يا أهلا بالفيلموية. النهاردة هنتكلم عن فيلم التشويق 30 minutes or less اللي من إنتاج سنة 2011. بيبدأ فيلمنا بنيك اللي بيكون شغال في توصيل البيتزا، ولما ما تعرفش معلومة إن محلات البيتزا من فترة مش بعيدة كانت عاملة عرض توصيل البيتزا في نص ساعة، ولو اتأخر مندوب التوصيل بيستلم العميل الأوردر مجانا. بس طبعا العروض دي اختفت بسبب زيادة كمية الحوادث والخسائر اللي بتتحملها محلات البيتزا. المهم بنرجع لفيلمنا إن نيك كان لازم يوصل الأوردر في الوقت المحدد، ولأنه اتأخر 4 دقايق قالوا للولاد اللي طالبين البيتزا أنت اتأخرت وهناخد البيتزا مجانا. ساعتها بيقول لهم نيك إن بيتهم بعيد عن المحل بمسافة كبيرة جدا، فبيرد عليه الولد القلبوز وبيقول له ما هو علشان كده طلبنا البيتزا من عندكم مع إنها ما تتاكلش. بعد ما بيخلص اليوم بيروح نيك ويقابل صحابه ويقعدوا مع بعض شوية، وبنتعرف على دوين وزميله ترافيس وهما بيتدربوا على الرماية، وبعد كده بيروحوا يتفرجوا على فيلم 3D. ساعتها بيدخل عليهم والد دوين اللي بيفضل يزعق ليهم علشان بيشوفهم تافهين مالهمش لازمة. بعد كده بيروح نيك يقابل أخت صديقه اللي بتقوله إنها اتقبلت في وظيفة جديدة وبتكون سعيدة جدا. ولما بيرجع نيك على البيت بيفضل يتكلم مع تشات صاحبه عن البنات ومغامراتهم لحد ما بيقوموا يضربوا بعض. وبيقول ترافيس لدوين إنه عايز يبقى مليونير علشان يعمل المشروع اللي نفسه فيه، وبيعرض عليه إنهم يسرقوا بنك والموضوع سهل يعني. ساعتها بيرد عليه دوين خلاص نأجر حد هو اللي يسرق البنك. ساعتها بيقول له ترافيس بقولك ايه ما تفكرش. بعد كده بيشوفوا اعلان البيتزا في التلفزيون، وساعتها بتجيلهم فكرة هما الاتنين في نفس الوقت. وفي المطعم بياخد نيك الاوردر وبيقول له رئيسه لو اتأخرت عن نص ساعة انت اللي هتدفع تمن الاوردر. ولما بيوصل نيك لبيت دوين وترافيس بيلاقيهم طالعين ولابسين أقنعة قرود، وده اللي بيخلي نيك يتوتر ويحس ان في حاجة مش مظبوطة. وثواني وبيهجم عليه ترافيس وبيحط في وشه منديل مخدر لحد ما نيك بيغمى عليه. ولما بيفوق نيك بيقولوا له انهم حاطين له حزام ناسف شديد الانفجار، ولما بيحاول نيك انه يهرب بيقولوا له لو جربت تعمل كده مرة تاني هنجرب فيك كل التايكوندو اللي اتعلمناه. بعد كده بيقول له دوين إنهم محتاجين $100,000 وعايزينه يسرقهم من البنك، وبيعرفوه إنه هيدخل البنك ويقول للي فيه إن معاه حزام ناسف، وساعتها الكل هيخاف وهيديله الفلوس اللي عاوزينها. أما لو حب يغدر بيهم فهم معاهم ريموت كنترول هيقدروا يفجروه عن بعد، وقدامه 10 ساعات بس. أول ما يخرج بالفلوس يكلمهم على الرقم اللي بيدوه ليه، وساعتها بياخد نيك مفتاح عربيته وبيروح على المدرسة اللي شغال فيها تشات صديقه وبيقول له كل اللي حصل، وبيطلب منه يجي معاه علشان مش هيقدر يعمل كده لوحده. في اللحظة دي بيتعصب عليه تشات وبيقول له أنا هكون أحسن منك وهروح معاك. في الوقت ده بيقول تشات لنيك إنه شاف فيلم هايل عن سرقة البنك والموضوع بسيط خالص ما تقلقش. وبعد كده بيروحوا على سوبر ماركت علشان يشتروا شوية حاجات لزوم السرقة. في نفس الوقت بيكون دوين وترافيس قاعدين مستنين قدام البنك مستنين نيك اللي بيروح هو وتشات بعد ما بيشتروا الحاجة اللي عايزينها لبيت واحد وبيسرقوا منه عربيته، وهو بالمرة يتدربوا على سرقة البنك. بعد ما بيسرقوا العربية بيقول تشاد لنيك إنه خايف الراجل يتعرف عليه من لون إيده، وإن مفيش إلا 4 عائلات هندية ساكنين في المدينة، وبيفضل يندب حظه شويتين. فبيقول له نيك أنا مش عايزك تقلق، ده إحنا لسه مشوارنا طويل علشان كده لازم تاكل لقمة قبل ما نطلع العملية. وبيكمل كلامه بيقول له أنا لازم انتقم من مديري قبل ما انفذ العملية دي واطلع عليه كل اللي عمله فيا. بالفعل بيروح نيك للمطعم وبيشتم المدير بتاعه بعد ما راح قابل أخت تشات وودعها، وبيكون وراه دوين وترافيس ومراقبينه خطوة بخطوة. وقبل ما يدخلوا البنك بيهدي نيك تشات وبيقول له عايزك تكون واثق في نفسك ومش متوتر عشان نقدر ننجز المهمة. وبعد كده بيدخلوا على البنك وبيقولوا لكل اللي فيه إنهم يناموا على الأرض، وبيرمي الأمن المسدس بتاعه ناحية ست جنبه لكنها بتتوتر لما بتشوف المسدس وبترميه بعيد عنها، وبسبب الخبطة بيضرب المسدس رصاصة وبتيجي في رجل واحد كان قدام الست اللي بتفضل تعتذر له وتقول له أنا أسفة اللي حصل مجرد حادثة، لكن الراجل بيكون متعصب جدا وبيفضل يزعق فيها. في نفس الوقت تشاد بيتوتر وبيقول لنيك كده الراجل ده هينزف لحد ما يموت، احنا كده هندخل السجن. فبيرد عليه نيك وبيقول له اهدى كل حاجة هتكون كويسة. بعد كده بيقول نيك للموظفة تروح وتجيب ليهم الفلوس اللي في البنك. ساعتها بتروح الموظفة لخزنة البنك الكبيرة وبتملى ليهم شنطتين فلوس وبياخدوها. وقبل ما يمشوا بيعتذر نيك للناس اللي موجودة وبيقول لهم معلش بقى رجالة على القلق اللي عملناه ده، وبيروح وبيدي للراجل اللي اتصاب فلوس وبتفرقع في وشه حبر. فبتعتذر الموظفة منهم وبتقول لهم أنا أسفة والله مجبور أعمل كده، وبيديها نيك شنطة جديدة وبيقول لها امليها فلوس بدل اللي باظوا.
وقبل ما بيمشوا واحد من الموظفين بيدوس على جرس الإنقاذ، فبيزعق فيها نيك وبيقول لها ما كانش العشم يا ساندرا، ده أنا اعتبرتك أخت عزيزة. بعد كده بيخرج من البنك وبيلاقوا قدامهم الشرطة، ولما بيشوف الشرطي القنبلة اللي مع نيك بيسيبهم وبيجري، وعلى طول بيركب نيك وتشات العربية وبيهربوا، وبيكون وراهم أكتر من عربية للشرطة اللي لما بيشوفها تشات بيكون خايف جدا وبيقول لنيك أكيد هيتقبض علينا. ساعتها بيرد عليه نيك وبيقول له أنا هقدر أهرب منه، دي لعبتي. بعد مطاردة كبيرة بينهم وبين الشرطة بتيجي عربية نقل وبتخبط عربية الشرطة، وبتيجي عربية الشرطة التانية وبتخبط عربية نيك اللي بيقدر هو وتشات إنهم يخرجوا بالعربية ومعاهم الفلوس وبيهربوا من الشرطة، لحد ما بيركبوا أتوبيس كان واقف، وبيروح دوين وترافيس لمكان الحادثة علشان يعرفوا الأخبار، وبيقولوا للمحقق إنهم بيتمنوا إن الشرطة تقبض على المجرمين. بعد كده بيشكر نيك تشات إنه كان معاه، وبيقول له عمري ما كنت هعمل كل ده لوحدي، وبيعتذر له عن أي شيء عمله وضايقه. بعد كده بيركبوا عربيتهم وبيتصلوا بالعصابة اللي بتقول لهم يروحوا يستنوهم عند سكة الحديد القديمة، وهم هيكونوا هناك بعد 10 دقايق. وقبل ما يروح دوين وترافيس علشان يقابلوا نيك بيروحوا يتغدوا الأول، وبيقول دوين لترافيس عايزك تاكل وتستمتع لأن دي وجبة النصر. بيجي واحد وبيفتكروا نيك إنه زعيم العصابة وبيديله الفلوس وبيطلب منه الكود علشان يوقف القنبلة، لكن الشخص ده بيقول له أنا معرفش أنت بتتكلم عن إيه، أنا مش هديلك الفلوس. ساعتها بيجي تشات من وراه الشخص ده وبيوقعه على الأرض وبياخد منه نيك شنطة الفلوس وبيهربوا. في نفس الوقت بيكون ترافيس بيحلق شعر دوين ولا كأن في واحد هينفجر بعد كام ساعة، وبيتصل بيهم نيك وبيفضل يزعق في دوين وبيطلب منه الكود، لكن دوين مش بيرضى يديهوله. علشان كده بيطلع تشات بره العربية بسرعة لأنه خايف نيك ينفجر، وبيقول ترافيس لدوين احنا اتفقنا اننا هنديله الكود، ليه غيرت كلامك؟ فبيقول له دوين احنا مش هواه، الواد ده لو فضل عايش احنا هنروح في داهية. ولما بيجي دوين علشان يفجر القنبلة بيعرف ان ترافيس غير الرقم السري لانه حس انه هيعمل كده. ساعتها بيهجم دوين على ترافيس وبيفضل يضرب فيه. بعد كده بيتصل الشخص اللي راح لنيك علشان ياخد منه الفلوس، وساعتها بيهدده وبيقول له انا هقتلك لو شفتك. ساعتها بيقول له ترافيس احنا لازم نغير الخطة ونمسك نيك من ايده اللي بتوجعه اللي هي اخت تشات اللي بيحاول يفك القنبلة من على نيك لكنه مش بيعرف. وبتروح العصابة وبتخطف اخت تشاد. بيتصل نيك بدوين وبيطلب منه الكود مرة تانية. ساعتها بيقول له دوين انه خطف حبيبة القلب، وبيقول له لو عاوزها قابلني في المطحنة القديمة لوحدك. وبيقول نيك لتشاد انه راح قابل اخته علشان كده العصابة عرفت مكانها وبصراحة كده خطفتها. فبيتعصب تشاد عليه وبيقول له ازاي تروح تقابلها وانت لابس قنبلة، وبياخدوا بسرعة وبيروحوا على المكان اللي العصابة خطفت فيه اخته. وهناك بيقول دوين لنيك على الكود، واول ما بيكتبوا بيتفتح التيشيرت اللي فيه القنبلة وبيديهم الفلوس وبياخد منهم اخت تشاد. ولما بيقول لهم دوين امشوا يلا بيقول لهم نيك وايه يضمن ليا لما امشي ما تدينيش رصاصه في ظهري. فبيقول له دوين ما تقلقش اتكل انت بس على الله. في نفس اللحظه بيدخل عليهم الراجل اللي شغال معاهم وبيتخانق مع دوين، فبيقوم ترافيس مشغل عليه النار وبيضرب الراجل دوين بالرصاص، وفي نفس اللحظه بيهرب نيك بشنطه الفلوس. بعد كده بيركب تشاد واخته العربيه وبياخدوا معاهم نيك وبيكون وراهم العصابه بالعربيه. ساعتها بتنفجر العربيه وجواها دوين، وبيقول نيك لاخت تشاد انه حط القنبله في عربيتهم قبل ما يمشي، وبيطلع تشاد الفلوس وبيقول لهم انه هيلف الدنيا، وساعتها الفلوس بتنفجر في وشه. وبتكون دي نهايه فيلمنا. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.